مع كل مشاهدينا وعلى الهواء مباشرة من قناة نايل سينما، قناة المهرجانات، ومعاكم. وعايزة أقول إن لسه ما زلنا في وفود كتيرة جدا، أجانب وعرب وفنانينا المصريين منورين المهرجان. وأرجع أقول مرة تانية، بلد الأمن والأمان والمهرجان في دورة مهمة جدا، دورة استثنائية جدا، والدورة ال35. معانا النهاردة أعضاء لجنة تحكيم، ومعانا حد عزيز جدا على قلبنا، لأن يمكن والده كان بيساهم على طول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. ما كانش ممكن المهرجان يطلع وهو مش معانا وهو مش جنبنا. لو تسمحوا لي ابتدي بيه معايا ومعاكم النهارده الأستاذ مالك العقاد، وهو ابن المخرج الراحل مصطفى العقاد، وهو عضو لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة. أهلا بحضرتك. How are you؟ أهلا فيكي. ونتكلم شوية إنجلش شوية عربي. نوس. أستاذ مالك، حضرتك لسه مقيم. You're still staying in the United States like your father till now. Born there, so yes, I'm still there. نعم، لقد ولدت هناك وما زلت أقيم هناك. You didn't have any worries coming to this festival? ألم تخشى من القدوم إلى المهرجان بعد الظروف التي تمر بها مصر والشرق الأوسط؟ You think about it, of course, but not enough بالطبع أفكر بها، ولكنها ليست كافية لمنعي من الحضور، لأنني أحب القدوم إلى مصر وحضور المهرجانات، وهذه المرة الرابعة لي. لذا أردت أن آتي وأساند المهرجان. لقد أتيت الحضور مع والدك المخرج العظيم مصطفى العقاد. نعم، فلدينا العديد من الذكريات هنا. كان المخرج مصطفى العقاد رسالة يريد أن يوضحها للعالم عن الإسلام، وتوضيح الإسلام للعالم مثل أفلام الرسالة أو عمر المختار. هل ستستمر في نفس الطريق، خاصة أنك تعيش في أمريكا الآن؟ لكي أكون واضحا، فإن هذا الطريق كان يقوم به والدي، أما طريقي فهو مختلف تماما عنه، حيث أخاطب الجمهور الغربي، وربما يكون لدينا في الأعوام القادمة مهرجانات أفضل عن الإسلام والمسلمين. ربما لم يعد والدك موجودا معنا، ولكن روحه ما زالت معنا بالطبع. أريد أن أسألك سؤالا بسيطا عن فيلم الرسالة. It's a good response for the movies nowadays that offend religions and prophets. هل تظن أن رد الفعل للفيلم يهاجم الأديان الآن؟ Yes, actually, I mean, we tried to set up some screenings for يدافع عن الأديان الآن. State Department, and of course it's a نعم بالطبع. such a wonderfully made film. وقد كان الفيلم رائعا. Subject matter, and I think the more that we can. وأعتقد أنه كلما استطعنا فعلا تقديم المزيد من الأفلام عن الإسلام وعرضها في المهرجانات، فسوف يكون ذلك جيدا، شيئا جيدا. هل ما زال السينما الغربية تتعامل مع الأنماط التقليدية للعرب؟ نعم بالطبع، فعندما من الصعب تغيير تلك الصورة في هوليوود عند صناعة أحد الأفلام، ولكننا نحتاج للتواجد أكثر في هوليوود حتى لا يتجاهلون أفلامنا وما نفعله. ما الذي يحتاجه الأمر حتى نصل إلى المستوى العالمي بالسينما المصرية؟ That's a hard question for me, but I think more, wonderfully talented filmmakers, and I know. أعتقد أن صناع السينما الموهوبين والشباب من مصر الذين يقومون بتقديم أفلاما رائعة ربما يكون لديهم القدرة على ذلك. عايز أقول لكل السادة المشاهدين إن حفل الافتتاح هيقام دلوقتي، ويمكن أعضاء لجنة التحكيم محتاجين حضراتكم جوه دلوقتي. Welcome here in Egypt and in our Cairo International Film Festival. I want to do the interview, but I'm really sorry مهرجان القاهرة السينمائي، ولكن للأسف إنهم ينادون عليك الآن، فهل يمكن أن نقوم بذلك بعد الافتتاح؟ Thank you so much. معذرة وشكرا جزيلا لكم. خليكم
خليكم معانا ولسه معاكم على الهواء مباشرة ومكملين معاكم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي دورته الاستثنائية ال 35. خليكم معانا.